السلام عليكم. خير بداية هي الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بتبدأ أحداث حكايتنا في يوم 7 مايو سنة 2017 في ولاية أوهايو في أمريكا. الطوارئ في اليوم ده بتستقبل بلاغ بيقول إن في شخص اسمه بريد جاري مقتول في قبو منزله، وإن في آثار طلق ناري في راسه. الشرطة بعدها وصلت للعنوان اللي موجود في البلاغ، ولقوا شخص اسمه ديفيد كيني ومعاه زوجته موجودين في البيت، والشرطة عرفت منهم إنهم أصدقاء الضحية من زمان. وكان طبيعي إن الشرطة تسأل ديفيد عن سبب وجوده في بيت بريد في الوقت ده هو وزوجته، وكان رد ديفيد ساعتها إنه كان جاي هو وزوجته علشان يزور صديقه بريد. وأول ما وصلوا خبطوا على الباب كتير لكن محدش رد. بعدها راحوا للباب الخلفي للمنزل واتفاجئوا إن الباب مفتوح، وأول ما دخلوا لقوا المطبخ مكركب وكان واضح إن في حاجة مش طبيعية في البيت. بعدها ديفيد فضل ينادي على صاحبه كتير ويدور عليه، وفي النهاية لقاه مقتول في قبو المنزل. بعدها الشرطة بدأت تسأل ديفيد شوية أسئلة عن بريد، وعرفوا منه إن صديقه كان شاذ جنسيا والعياذ بالله، وإنه من فترة بسيطة أنهى علاقته بالشخص اللي كان على علاقة بيه. ولما سألوه عن اسم الشخص ده قال لهم إن اسمه سكوت، وإنه ما يعرفش عنه أي معلومات غير اسمه بس. الشرطة لما بدأت تفتش لاحظوا إن البيت كان متبهدل جدا، وإن في حاجات كتير متكسرة وكأنه تعرض لعملية سرقة. لكن الغريب إن ما كانش فيه أي أغراض ناقصة من البيت، ده غير الفلوس اللي لقوها في غرفة نوم بريد، واللي بتأكد استبعاد وجود عملية السرقة من الأساس. وده اللي خلى الشرطة تفسر إن اللي حصل كان جريمة قتل، وبعدها حاول الجاني يبهدل البيت علشان تبان إنها عملية سرقة. والتفسير التاني هو إن يكون بريد انتحر، وخصوصا بعد ما قطع علاقته بالشخص اللي كان على علاقة بيه، واللي لسه لحد دلوقتي ما يعرفوش إن كانت المعلومة دي صح ولا غلط، وإنه ممكن يكون كلام ديفيد عن صديقه غير صحيح. وفي الوقت اللي كانت الشرطة بتدور فيه في البيت كان أهم حاجة عندها إنها تلاقي المسدس اللي اتقتل بيه بريد، لأنها لو فعلا عملية انتحار فأكيد إن المسدس هيكون موجود جنب بريد أو قريب منه. لكن بعد ما فتشوا حوالين جثة بريد وملقوش المسدس، اتأكدوا إن الجريمة دي بعيدة على إنها تكون عملية انتحار. ومع تطور التحقيقات الشرطة راحت لأهل بريد علشان يقدروا يجمعوا أي معلومات تقدر تفيدهم في حل لغز القضية. وفعلا بعد استجواب عدد من أهل بريد كلهم أجمعوا إنه كان شخص طيب ومرح، وما كانش ليه أي عداوة مع أي حد. لكن لما سألوهم عن سكوت، الشخص اللي كان على علاقة بيه واللي ذكر اسمه ديفيد في التحقيقات، طلع فعلا الكلام صحيح، وإن بريد كان على علاقة بالشخص ده والعياذ بالله. المهم الشرطة عرفت منهم اسم سكوت بالكامل، وبعدها راحوا له البيت، لكنهم اتفاجئوا إن والدته بتقول إن سكوت في السجن بقاله 3 شهور. وهنا الشرطة استبعدت سكوت من المشتبه فيهم. وخلال التحقيقات الشرطة بدأت تدور في كل كاميرات المراقبة اللي موجودة في الحي اللي ساكن فيه بريد، وفعلا بيلاقوا كاميرات موجودة في البيت المجاور ليه بالظبط، وكان واضح فيها جزء كبير من بيت بريد. ده غير إن ديفيد كان مصور على تليفونه صور للبيت أول ما وصل، وادى تليفونه للشرطة علشان تفحص الصور دي ويوصلوا من خلالها لأي معلومات. لكن وسط الأحداث دي بتظهر مفاجأة بتقلب موازين القضية بالكامل، والمفاجأة دي هي بنت عم بريد، واللي قالت خلال التحقيقات إن بريد كان بيلمح لها إنه داخل في علاقة جديدة مع صديق ليه اسمه ديفيد كيني. وطبعا الشرطة اتصدمت من اللي سمعته. بعدها بدأوا يشكوا في ديفيد إنه ممكن يكون هو اللي قتل بريد، وبما إن تليفون ديفيد كان معاهم فكان طبيعي إنهم يدوروا على أي رسائل أو محادثات بين ديفيد وبريد. وفعلا بعد ما دوروا اتأكدوا إنهم كانوا على علاقة مع بعض، وإنهم ما كانوش أصدقاء بس. ده غير كمان إنهم من خلال تتبع شبكة تليفون ديفيد وقت وقوع الجريمة عرفوا إنه كان موجود في الوقت ده في بيت بريد. بعدها كمان بتيجي للشرطة فيديوهات من كاميرات المراقبة بتوضح إن ديفيد كان موجود عند بريد في اليوم ده، وبعدها خرج من عنده، وبعد حوالي 40 دقيقة تقريبا رجع تاني هو وزوجته على أساس إنهم جايين زيارة، وبعدها بيكتشفوا الجريمة وبيتصلوا بالطوارئ. وهنا خلاص الشرطة اتأكدت إن ديفيد كان موجود وقت وقوع الجريمة، وإن بنسبة كبيرة هو القاتل.
وفعلا تم القبض على ديفيد، واللي طبعا في البداية أنكر إنه قتل صديقه بريد، وقال كلام في التحقيقات الشرطة كانت أول مرة تسمعه. ديفيد قال إنه فعلا في اليوم ده كان موجود عند بريد في البيت، لكنه اتفاجئ إن في شخص تالت كان أول مرة يشوفه اقتحم البيت عند بريد وخرج مسدسه وقتله بيه، وبعدين خد عربية بريد وهرب بيها، وإنه خاف يقول الكلام ده في التحقيقات علشان ما كانش حد هيصدقه. لكن لسوء الحظ إن ديفيد نسى إن عربية بريد كانت موجودة قدام البيت أول ما الشرطة وصلت، وده بيأكد إن ديفيد بيألف القصة دي من دماغه. وبعد تحقيقات طويلة وضغط كبير من المحققين على ديفيد، أخيرا بيعترف إنه فعلا هو اللي قتل بريد، وده علشان كان خايف إن العلاقة اللي بينهم تتكشف وزوجته تعرف بيها، وإن في الفترة الأخيرة بريد كان بيهدده بصور وفيديوهات ليهم مع بعض، علشان كده راح له البيت في اليوم ده وقتله، وبعدها مشي ورجع تاني مع زوجته علشان يبعد الشبهة عنه، ويبان الموضوع إنه اتفاجئ بقتل صديقه لما جه هو وزوجته علشان يزوروه، وإنه ندمان على اللي عمله، ولو رجع بيه الوقت عمره ما كان هيعمل كده. وفي النهاية بيتم الحكم على ديفيد بالمؤبد مع عدم إمكانية الإفراج عنه تحت أي سبب من الأسباب. والحقيقة أنا مش عارف هو ندمان على إيه بالظبط، ندمان على إنه ارتكب جريمة قتل، ولا على العلاقة القذرة اللي كانت بينه وبين بريد، واللي كان لازم تكون دي نهايتها. وبكده انتهت حلقتنا، مستني رأيكم في التعليقات، ولو حابين نتكلم عن أي موضوع ياريت تبعتولنا وإن شاء الله نعمل حلقة عنه. وفي الختام، سلام.